عليه كفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أهم ما يجب علينا معرفته في شأن المسيح الدجال هو كيفية الوقاية من فتنته، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينجيها منه ويعصمها من شره، ومن ذلك أولاً الثبات على الدين والتمسك بالكتاب والسنة، ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم المسلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه ليس أحد يراه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. وهنا يتجلى المنهج الصحيح في الرجوع للمحكم الواضح، وهو تنزه الله عن النقائص والعيوب عند التباس الأمر واشتباهه، وهو ظهور خوارق العادة على يدي الدجال. ثانيا التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثالثا معرفة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها صفات الدجال وزمن خروجه ومكانه وطريق النجاة منه. رابعا حفظ آيات من سورة الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، فإذا قرأت هذه الآيات على الدجال كانت عصمة من فتنته. قال النووي رحمه الله: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتن بالدجال. خامسا الزهد في الدنيا وفضول المباحات، وتحذير الناس من الاغترار بها، فإن أعظم ما يفتن به الدجال الناس الدنيا، فيعطيهم ما يريدونه من متاعها الزائل مقابل أن يشهدوا أنه ربهم. وكم ترى اليوم من يبيع دينه من أجل حطام الدنيا الفاني، فكيف إذا جاء الدجال؟ هل تراه يثبت ويبقى على الجادة؟ سادسا مخالفة أمر مسيح الضلالة والفرار منه، فعلى من لقيه أن يخالفه ويعصيه ولا ينخدع به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركهن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. والواجب أن يفر المؤمن من الدجال ولا يتشوف للقائه ولا يتعرض لفتنته، وإذا سمع بظهوره أن يبعد عنه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس. فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهنا وقفة تأمل، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم. ومما يحذر منه تلك القنوات الفضائية التي يقوم سوقها على السحر والشعوذة، ويسعى الكهان والدجاجلة في نشر باطلهم من خلالها والترويج لمبادئهم بأساليب مختلفة، فيفتنون الناس في عقائدهم وتوكلهم على الله وأخذهم بالأسباب ليخرجوهم عن دينهم الحنيف الذي ارتضاه الله لنا. وكم من امرأة جاهلة غرقت في مستنقع
الخرافة، فلجأت لمثل هؤلاء الدجاجلة المحتالين بحثا عن حلول لمشكلاتها، ولم تمتنع عن التواصل معهم وإعطائهم أموالا طائلة في سبيل الخلاص من الحال التي هي فيها، ولا تأنف عن تلبية ما يطلبون منها بدعوى أنها في كرب تريد أن يفرجوه عنها، وأنها تفتقد السعادة وتأمل أن يحققوها لها. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينهون عن الجلوس إلى أهل البدع والأهواء أو الاستماع إليهم حماية لدين المرء وتحذيرا من وقوعه في الفتنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: صاحب البدعة لا تأمن على دينك ولا تشاوره في أمرك، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغض في قلوب المؤمنين. هذا وقد يتساهل بعض الناس في وقاية أنفسهم من الفتن العظيمة، فيدخل بعضهم مواقع الشبكة المشبوهة ويتابع القنوات الفضائية المسمومة ويظن أنه لن يتأثر، فإذا به يستمع لما يلقيه دعاة الباطل وأرباب الضلال ويقع ضحكة أحابيلهم، فيتقبل ما يبثون من كفريات وأباطيل وشبهات وأضاليل، ويتبلبل فكره وتتلوث عقيدته فيضل، وقد يؤدي به الأمر أن يترك دينه عياذا بالله. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.